الحمد لله الذي جعل الموت كفارة لكل مسلم. الموت يكفر عن المسلم خطاياه، ما كان من الذنوب لم يكفر بالصلاة والصيام وأعمال البر، كفره الله عن المسلم بسكرات الموت، مصداقا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن يشدد عليه في سكرات الموت ليكون ذلك كفارة لما له من ذنوب، فيلقى الله نقيا كما كان في اليوم الذي ولدته فيه أمه. الحمد لله الذي ينقل المسلم بالموت من دار الدنيا إلى روضة من رياض الجنان. صح في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة، وهذا للمسلم، أو حفرة من حفر النيران. نسأل الله عافيته ومعافاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، اسمعوا إلى قول خالق الدنيا والآخرة، إلى قول الحق المبين: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم أيها الأحبة الكرام، لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وحري بنا أن ننزل كلام الله وكلام رسوله تنزيله الصحيح، وأن نفهمه فهمه السليم. إن الدنيا مذمومة، لكن ما هو المذموم منها؟ إن الدنيا مذمومة لكن لا تذم لوقتها وزمانها، لليلها ونهارها، فالليل والنهار آيتان، جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالدنيا ليست مذمومة لزمانها وليست مذمومة لمكانها، فمكانها مهبط الوحي ومستقر الصالحين، وهي مستودع المؤمنين تودعهم بطنها إذا جاءتهم الآجال. والدنيا ليست مذمومة لما تفضل الله فيها من الخيرات والملذات، من المطعومات والمشروبات والملبوسات وسائر النعم. فالله تعالى يقول: كلوا من الطيبات واشكروا له. الله عز وجل أباح لنا التلذذ والتنعم فيما أحل لنا من الطيبات، لكن ما هو المذموم من هذه الدار؟ المذموم منها ما أخذه أحدنا بمعصية الله مخالفا حكم مولاه لهذا الوجه ولهذا الوجه فقط ذمت الدنيا. أما أن تكون الدنيا فرصة العبد التي
يتقرب فيها إلى الله ووسيلته التي يزداد فيها من الأجر والثواب، فذلك محمود ومحمود. أيها الأحبة الكرام، العاقل من تزود في هذه الدار بما يقربه إلى الله. صدق الإمام الشافعي حينما قال: إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحر وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الصلاة هي سفينتك التي تنقلك إلى شاطئ الأمان. الصدقة هي قاربك الذي يحملك بين الأمواج المتلاطمة والمتكسرة حتى يوصلك شاطئ الأمان. فتزودوا إلى الله بالتقوى أيها الأحبة الكرام. ها نحن نرى كيف نودع الأحباب، ننقلهم من الدور إلى التراب، وإنها سنة الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وختم لنا بالإسلام. أيها الأحبة الكرام، حضرنا جنائز كثيرة جدا. في بعض الجنائز كنا نرى فريقا من الأهل، من الإخوة، من الأقارب يتغيبون عن حضور وشهود الجنازة، وهذا أمر مؤسف ودليل على تقطع الصلات وضعف العلاقات، وأن الدنيا فتكت في الأخوة والمحبة. لكن عندما ترى الأخ يبكي أخاه كما رأينا هذا الموقف قبل لحظات، قبل دقائق، فاعلم أن هذا الراحل إلى رحمة ربه ترك أثرا حسنا مع الأخ والقريب. نعم، شهادة لله أننا نودع أخا كريما عاش بيننا مسالما محمودا، وها هو يودعنا محزونا عليه، مأسوفا على أيامه. نسأل الله أن يجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أجزل له ثوابه وتجاوز له عن خطئه. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم واحشرنا وإياه تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل كتابه في عليين، واجعلنا وإياه من سكان الفردوس الأعلى. رحمك الله يا أبا تامر، رحمك الله يا أخ صلاح، يا أخ صلاح، يا من أحبك الأهلون والأقارب وأبناء بلدتك الذين حزنوا عليك وحزنوا لفراقك. نسأل الله أن يجمعنا بك يوم القيامة صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. أجزل الله ثوابكم أيها الإخوة الكرام، وعظم الله أجركم وشكر سعيكم. ونخص بالشكر الإخوة الضيوف الذين جاءوا لمشاركتنا هذا المشهد الذي لا يغيب عن القلوب والعقول. عظم الله أجركم، ومذكرا بأن بيت الأجر سيكون في صالة الأخ محمد أيوب ابتداء من اليوم. أهدي وإياكم ثواب قراءة سورة الفاتحة لروحه ولسائر أرواح المسلمين. كما هي العادة أحبابنا وإخواننا، التذكير بالمسامحة، وهذا واجب المسلم على المسلم، هذا واجب المسلم على المسلم. والمسامحة لا تعني عدم المطالبة بالحقوق المادية، وبفضل الله عز وجل أبناؤه وأخوانه مستعدون لقضاء الحقوق. بارك الله فيكم، جمع الله شملنا
وجمعنا على في محبته وعلى هدي نبيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.